ورجعنا لكم في حلقة جديدة من حلقة قرارك في الميزان. ليه الناس بتختار الغلط وهي عارفة؟ من حلقة ليه الناس بتختار الغلط وهي عارفة. وقرارك في الميزان، معكم أحمد إبراهيم. يلا بينا نبدأ. في لحظات كتير الإنسان ما بيحلطش لأنه مش فاهم، بيغلط وهو عارف. بيبقى شايف الإشارة، حاسس بعدم الارتياح، وسامع الصوت اللي بيقول بلاش، ومع ذلك بيمشي. السؤال هنا مش ازاي ده حصل، السؤال ليه حصل وهو واعي. واحد من الناس كان قدامه اختيار واضح، مش معقد ومش خامض. كان عارف ان الطريق ده غالبا هيودي لتعب، بس في نفس الوقت كان الطريق التاني محتاج صبر ومجهود وتحمل. فاختار الأسهل، مش لأنه الأحسن لكن لأنه الأسرع. الإنسان غالبا ما بيختارش الغلط، هو بيختار الراحة المؤقتة. في علم النفس في حاجة اسمها الهروب من الألم القريب، يعني نفضل وجع أقل دلوقتي على وجع أكبر بعدين، حتى لو العكس هو الصح. رجال الأعمال كتير اعترفوا بده بعد النجاح. قالوا إن أصعب قراراتهم ما كانتش اللي خافوا منها، كانت اللي كانوا عارفين إنها صح بس كانوا بيأجلوها. في الأسواق الناس تدخل وهي عارفة إن السعر عالي، بس الإحساس إن الفرصة هتضيع أقوى من المنطق. وفي العلاقات الناس تكمل وهي عارفة إن النهاية جاية، بس فكرة المواجهة أثقل من الاستمرار. القرار هنا اتحط في الميزان، اسمع للعقل ولا اسمع للإحساس اللي هيخفف عني دلوقتي. أغلب الناس بتختار اللي يهديها في اللحظة، مش لأنها ضعيفة لكن لأن الإنسان مش متصمم بيتحمل ضغط طويل. مش من هي المكافأة سريعة، الكلة بتعمل العكس، مش لأنها أقوى لكن لأنها فاهمة إن الألم المؤجل أخف من الألم المتكرر. بعد وقت اللي اختار الغلط ما يندهش، هو كان متوقع بس يوجعه أكتر إنه كان عارف. الحركة دي مش بتلوم ولا بتحاكم، وهي بس بتفكرك إن الوعي لوحده مش كفاية. القرار الصح مش بس تعرفه، القرار الصح إنك تتحمل ثمنه. ولما توصل للنقطة دي تقدر فعلا تحط قرارك في الميزان. ودي كانت من حركة قرارك في الميزان. للناس بتختار الغلط وهي عارفة، ده السبب اللي بيخلي الناس تختار الغلط وهي عارفة. من حركة قرارك في الميزان كان معكم أحمد إبراهيم، وأتمنى منكم جميعا إنكم ما تحتاروا الغلط وأنتم عارفين، أو ما تحتاروش الغلط أساسا، بس تخليكم متوقعين أكثر من نتيجة وأنتم بتختاروا عشان ما تنهاروش أول ما تختاروا والنتيجة تيجي عكس اللي قدامكم. وكمان تختاروا الصح دايما، متختاروش الغلط، وتختاروا الطريق اللي هيودي النجاح، مش تختاروا الطريق اللي هيودي النجاح برضو بس طريق أسهل. عليكم في الأصعب نجاح أكبر، في الأسهل نجاح. فهمتوني؟ فأتمنى تختاروا الطرق اللي هتودي لنجاحكم الأكبر مش الأصغر. كان معكم أحمد إبراهيم، شكرا.